ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. حاول لو اي حد قالك كلمة مش عاجباك او اي حد قالك كلمة وحشة، حاول انك تمتص غضبك. ما تظهرش للي قدامك ان انت اتعصبت او اتضايقت. عايزاك كمان ما تتسرعش في اختيارك لشريك حياتك. حاول تهدى. اختار بتأني كده عشان ما تندمش. حاول تختار الشخص اللي هتلاقيه مناسب ليك متوافق معاك، وانك تحس معاه بالامان. كمان لو انت بعيد عن اهلك الفترة دي، حاول انك تزورهم، لان انت ممكن تكون بعيد عنهم ومش واخد بالك، فانت حاول اليوم مناسب ليك انك تروح تزورهم. حاول انك تعمل لهم رحلة او عزومة او اي حاجة معينة تخليهم يتبسطوا هم معاك، لان هم محتاجينك، محتاجين يقعدوا معاك. لان الناس اللي حواليك، قرايبك، صحابك، كلهم بيقدروك وبيقدروا كل اللي انت بتعمله عشانهم. حاول تهتم بيهم. لو فكرت انك تعملهم اي حاجة وممكن الحاجة دي تكون انت شايفها ملهاش لازمة او بسيطة مثلا، لا، الحاجة دي بتفرق معاهم جدا، بيعزوك اكتر، بيحبوك اكتر. حاول تكون رايق، ما تخليش حاجة تعصبك. حاول تعدي اليوم، هو في شوية مشاكل هتقابلك وعراقيل، بس انت حاول تعديها واهدى. انت ممكن بسبب العصبية بتاعتك دي تخسر شخص معين، صديق، حد قريب منك. عايزاك تنتبه اكتر من اللي هيحصل، وخلي بالك من الحاجات اللي هتحصل. ابعد عن الناس اللي بتستفزك ومضايقاك. ممكن كمان الخسارة دي ما تبقاش اشخاص، ممكن تبقى خسارة فلوس. فلوس انت هتصرفها مش عارف صرفتها فين. عايزك تنتبه قوي للحاجات دي. انت هتكون عايز تبعد عن الناس، عايز تقعد لوحدك، بس احسن حاجة هتحصل ان روحانيتك هتكون قوية جدا. في الوقت ده انت هتقرب اكتر من ربنا، هتدعي ربنا. هيكون عندك ايجابيات كويسة جدا. انت هتدعي ربنا انك توصل لاهدافك واحلامك في اسرع واقرب وقت. كمان في عندك حدث عالي جدا هيفرق معاك. بس انا عايزه اقولك انك حاول انك تبعد، انك تقعد لوحدك، او تفضل انك تبعد عن الناس. لا، بلاش الحاجات دي، لان الوقت اللي هتقعد فيه لوحدك ده انت هتحس ان انت يعني ما فيش حد واقف جنبك، بالرغم ان الناس يبقوا كتير واقفين معاك وواقفين حواليك، لكن لا، برضو هتحس انك واقف لوحدك. كمان عايزاك تنتبه ان في حواليك اعداء مخفيين، هم خافين نفسهم عشان ما يظهروش الحقيقة ليك، او مش عاوزينك تكشفهم. الناس دي طبعا الاعداء المخفيين دول عايزين يكشفوا سرك، تعرف الناس اخبارك، عايزين يكشفوا اي حاجة انت بتعملها. ممكن كمان يكونوا عايزين يشوهوا صورتك او سمعتك او اسمك. خلي بالك من الكلام الكتير اللي ممكن يتقال ورا ظهرك. عايزاك تبقى حريص جدا في الفترة دي. حياتك في الوقت ده متشتتة. دماغك مشغولة في كذا حاجة، مش عارف تلحق على ايه ولا ايه، مصاريف، اطفال، مش عارف تروح فين او تيجي منين. حياتك كلها متلخبطة في المشاوير اللي انت بتعملها. ممكن تكون انت جاي في بالك انك عايز تسافر مكان معين، مكان في بالك عايز تبعد عن الناس. اوقات بتكون محتاج حد يسندك، حد يقف جنبك، حد يدعمك. عايزة اقولك ان الحاجات دي يعني انت استغفر ربنا عشان تهدى وتركز في الحاجة اللي انت عايزها. في مشروع انت هتبتدي بيه، بس هتبتدي بحاجة بسيطة جدا. المشروع ده هيركز عليه عشان هو هيكون مفتاح الفرج ليك بإذن الله تعالى. انت طلبت من ناس معينة انهم يردوا حقك، ومحدش رده لغاية دلوقتي، وطبعا انت متضايق ومخنوق وحاسس انك عايز تعمل اي حاجة فيهم عشان هم اكلوا عليك حقك. طبعا انت مش واخد بالك انت بتتضايق ليه، من ايه اللي بيحصل لك ده. كل الزحمة دي وكل التوهان اللي انت فيه ده وكل المشاكل دي نتيجة سحر معمول لك. السحر ده معمول عشان تتوه وعشان تتشتت في الدنيا. انت دلوقتي غير مستقر في حياتك او نفسيا. حالتك النفسية مش متظبطة. مش بسبب الظروف اللي بتحصل ولا سبب الناس اللي هي اخدت حقك او كلت عليك حقك، لا، ده نتيجة نوع من انواع السحر، وهو للتوهان وان عقلك يتشتت. عشان كل حاجة تعملها او اي حاجة انت عايز تبتديها تقف حالها، يقف.
كل ما تفكر توصل لهدفك او لحلمك ما توصلش. كل قرار تاخده، كل كلمة تاخدها بتقف. اي خطوة انت بتمشيها لقدام بتلاقي نفسك رجعت 100 خطوة لورا. عايزة اقولك ان اللي عملك السحر ده 3 نساء هما كارهينك. النساء دي يعتبر قلبهم اسود من ناحيتك، حاقدين عليك، كارهينك بطريقة ملهاش مثيل. 2 من النساء دي يعني اقرب ما يكون ان هما احجامهم كبيرة شوية، بيلبسوا نظارات. عايزة اقولك ان الاتنين دول هما اصلا شياطين بس في صورة ملابس. انا مش عارفة هما مين بالظبط في حياتك، بس هو الناس دي يعتبر بيشتغلوا في حاجات ضد البشر، ما بيعرفوش اي حاجة عن الايمان، استغفر الله العظيم. تقريبا ممكن يكونوا ليهم في الاعمال، ليهم في السحر، ليهم في الاسحار عموما، هي دي حياتهم وهو ده شغلهم. لان النساء دي ضروك بصورة كبيرة جدا، قلب عليك حياتك، حسدوك وسحرولك، ممكن بالكلام، بطاقة حسد او بسحر باين. الناس اللي انا بوصفهم لك دول ممكن تعرفهم لان هما مش بيظهروا باساميهم الحقيقية، ليهم لقب ام فلان ام فلان، فانت ممكن تعرفهم من اللقب ده. لان الناس دي في المحيط اللي انت قاعد فيه، في مكانك مش بعيد عنك، فاكيد هتعرف. الناس اللي حواليهم كلهم مفكرين ان النساء دي كويسة. ليه؟ لانهم هما بره حاجة وجوه حاجة تانية، مش ظاهرين حقيقتهم خالص. وحتى انت برضو مفكر نفس الكلام، لكن ان شاء الله قريب في حاجة هتكشفهم، في فضيحة هتظهرهم على حقيقتهم. المهم انت هتعرفهم في الوقت ده، بيان حقايق وهتظهر لك حقايق، وهتحس ان ربنا رد لك حقك. هتحس ان الدنيا هديت معاك، هتاخد حقك، ده غير حقك اللي ربنا هيرجعه لك منهم. طبعا في مشكلة كبيرة هتكشفهم ليك، في فضيحة اكبر مما تتخيل. حقك هيرجع، سواء كنت نايم بتعيط، نمت تعبان، نمت مقهور، نمت فيك اي حاجة خلتك زعلان او متضايق منها، ربنا هيجيب لك حقك. حتى لو في شريك بعد عنك، في سفر اتأجل، في وظيفة راحت منك، في فلوس راحت منك، مشروع مكملش، رزق اتقطع، كل دي حاجات ربنا مقدرها لك، ودي حاجات مكتوبة ليك، ربنا عايز كده. بس هتشوف الايام اللي جاية ايه اللي هيحصل معاك، لان مفيش حد هينفعك الا ربنا سبحانه وتعالى. وعشان كده برضو ربنا هيعوضك عن كل حاجة حصلت لك. الناس اللي اذتك دول عبارة عن 3 زي ما قلت لك. واحدة في 50، يعني عمرها 50 سنة مثلا، وواحدة اصغر منها ومعاهم بنتهم. ربطوك وعملوا لك سحر ان انت تبقى تايه، فكروا ان انت خلاص كده ضعت. قلبوا الدنيا عليها وطيها، هم افتكروا كده بس ما كانوش يعرفوا هو ربنا شايل لهم ايه. لان السحر ده بيتقلب على الساحر. كل شغلهم ان هم بيستعملوا حاجات زي البخور، بيحطوا فيه نوع من انواع يعني او حاجات، الحاجات دي بتجيب الحاجات اللي مش حلوة، يعني حاجات مش كويسة. وده طبعا كان السبب في لخبطة امورك وحالك بشكل عام. طبعا في العلاقة العاطفية في علاقة ثلاثية، الطرف الثالث اللي في العلاقة الثلاثية ده هو اللي دايما بيكون سبب في المشكلة او اي حاجة انت بتواجهها. طبعا انت فاكر انك كده صح، ان الطرف الثالث ده هو اللي ليه علاقة. لا طبعا، الطرف الثالث كده مظلوم، لان مش هو اللي دمر حياتك، مش هو اللي عمل كده. دول الناس اللي انا قلتلك عليهم، ال3 نساء.
الناس السحرة دي اتدخلوا في حياتك بطاقة تشتيت وتفريق ونفور في العلاقة ودمروا حياتك لدرجة ان انت